فيلمنا بيبدأ في فترة احتلال الإنجليز لمصر، وتحديدا يوم 13 يونيو سنة 1906 في قرية دنشواي المصرية. وقتها بيظهر مجموعة من العساكر الإنجليز وهم بيصطادوا حمام في مزرعة عبد الحي كيرة، وبيخرج عبد الحي وهو متعصب بسبب قتلهم للطيور وبيحاول يطردهم برا أرضه. لكن واحد من عساكر الإنجليز بيضرب نار من تاني، وبالغلط بتولع كومة قش كبيرة بتتسبب في حريقة كبيرة في الأرض، فبيهيج كل الفلاحين وبيهجموا على الإنجليز. لكن واحد منهم بيضرب نار على زوجة عبد الحي كيرة وبيقتلها، وبيخاف العساكر فبيطلعوا يجروا في الحر وتحت الشمس، ومن التعب والخوف واحد منهم بيغمى عليه وبيجيله ضربة شمس. وفجأة بيظهر عدد من عساكر الإنجليز راكبين أحصنة وبيضربوا النار على كل مصري بيشوفوه. وبتحصل وقتها مذبحة دنشواي المعروفة واللي مات فيها عشرات المصريين. وبعد الحادثة بيتهم الإنجليز عبد الحي كيرة بقتل العسكري اللي مات بضربة شمس بعد ما قتل مراته، وبيتحكم عليه بالإعدام في أرضه وسط عيلته، وبيتفرج عليه ابنه أحمد عبد الحي كيرة وهو بيتعدم قدام عينيه. بعد كده بنشوف المتحدث الرسمي باسم انجلترا بيتكلم بلهجة مهينة مع المصريين، وبيقول انهم مش مقدرين نعمة الانجليز عليهم بعد ما خرجوهم من اليأس اللي كانوا فيه. وبيسمع واحد من الأحرار خطاب الإنجليز وبيقرر إنه ما يسكتش على حق أهله ووطنه، وبيطالب بالاستقلال، وبتنتهي مقاومته بالفشل وبيتسجن سعد زغلول في بلده. وبعد فترة وفي مكان تاني في القاهرة بيظهر عبد القادر الجن وهو بيبيع خمرة وسجاير في معسكر الإنجليز. وبعدها بنشوف والده وهو بيقوله إنه كان بيقاوم الإنجليز مع سعد زغلول أما ابنه فبقى خدام عندهم، لكن بيرد عليه الجن وبيقوله إن الإنجليز هم اللي فاتحين بيوتهم ولولاهم كان زمانهم بياكلوا تراب. بعدها بيظهر أحمد عبد الحي كيرة وهو في كباريه، وبيدخل عليه ضابط إنجليزي معجب بالرقاصة اللي في المكان. بيسأله كيرة عن البنت اللي عايز يختارها، فبيقوله الضابط إنه عايز الرقاصة نفسها، فبيوافق كيرة وبيقوله إن اسمها نرجس، وبيطلب منه يخرج يستناه بره. بيخرج كيرة فعلا مع نرجس للضابط وبيتمشوا في حواري مصر، بس فجأة بتسيبهم نرجس، وكيرة وقتها بيقرر يشتري بطاطا من على عربية، بس بنشوف إن معاها مسدس. بيقتل الضابط الإنجليزي، وبيظهر فجأة صحابه من المقاومة، وبعدها بيجهزوا العربية اللي هيهربوا بيها. بس كيرة قبل ما يمشي بيسيب ورقة على جثة الضابط مكتوب فيها لا سلام لرجالك في مصر دون الاستقلال. وبالليل بيرجع كيرة لبيته وبيلاقي حسن باشا صاحبه، فبيستغرب كيرة جدا وبيسأله عن أخباره، وبيعرف إنه اشتغل في القصر، فبيعرض عليه إنه يكون عينه في القصر وينقله الأخبار اللي من ضمنها إن سعد زغلول هيتم نفيه، وعشان كده لازم ما يسكتوش. وبيقوله إن بعت ناس تبلغ في كل محافظات مصر بخبر النفي، لكن كيرة بيقوله إنه مش عايز ينضم للمقاومة وبيسيبه ويمشي. وبنشوف إن كيرة مش عايز حد يعرف إنه من المقاومة حتى أسرته. تاني يوم بتظهر ست مصرية بتروح لنفس الكباريه اللي كيرة كان فيه، وبتنزل لقابه تحت الأرض متجمع فيه أعضاء المقاومة اللي بيكونوا 7 أشخاص. أولهم أحمد عبد الحي كيرة، واللي بعد موت والده ووالدته قرر يبيع أرضه ويسافر مع جدته يدرس الطب في القاهرة، وهناك اتصاحب على الإنجليز ونجح إنه يوهمهم إنه بيحبهم، وده لدرجة إنهم كانوا بيسموه ابن الإنجليز. بس الحقيقة إنه دخل المقاومة وتعلم ضرب النار، وهناك اتعرف على نجيب الهلباوي اللي بيكون أقدم واحد في المقاومة ودراع كيرة اليمين، وكان موظف في الحكومة، لكن بسبب السياسة اترفد من شغله ودخل السجن مدة قصيرة، لكن بعد ما خرج كمل في المقاومة من تاني. أما تالت واحد فهو إسحاق نعيم، واللي بيكون مسؤول عن طباعة المنشورات. أما الرابع فهي دولة فهمي، وهي من أصل صعيدي، قررت تسافر القاهرة بعد موت والدها، واشتغلت مدرسة وكانت من أعضاء منظمة تحرير المرأة، وتعتبر أول ست تشارك في المقاومة. الخامس هو إبراهيم، وهو من عيلة غنية جدا لكنه بينضم للمقاومة، وكانت مهمته رسم المنشورات والأعلام. وقع في حب ألكسندر الألمانية، ولما اكتشف إنها بتضرب نار أحسن منه ضمها للمقاومة. أما السادس فهو سيد عبد الكريم، وكان بطل في رفع الأثقال. وآخرهم اليهودي راغب داوود، وبسبب خبرته في السلاح انضم للمقاومة، وعلى الرغم من إنه أخرس إلا إنه بيسمع وبيقرأ الشفايف كويس. بتبدأ المجموعة في التجهيزات استعدادا لتاني يوم، واللي بيكون يوم 9 مارس سنة 1919. بينزل المصريين في الشوارع بيطالبوا الإنجليز إنهم يرجعوا لبلدهم، وبيتوزع أعضاء المقاومة ال7 في وسط الناس في المظاهرات علشان يوجهوهم ويوزعوا المنشورات. وقتها بيضرب الإنجليز النار على المصريين، وبيسمع شحاتة الجن اللي بيحصل، فبيقرر إنه يلبس زيه العسكري بتاع الجيش المصري القديم. وأثناء ما هو ماشي بيتريق عليه دوجلاس، واللي بيكون عقيد في الجيش الإنجليزي، وبيجبره إنه يأديله التحية العسكرية، لكن بيبتسم شحاتة الجن وبيتف عليه علشان يستفزه، فبيتعصب دوجلاس وبيضرب عليه نار من غير تردد. في الوقت ده بيصحى عبد القادر الجن على صوت ضرب النار، لكنه مش بيهتم لحد ما الباب بيخبط، وبيلاقي ولد صغير بيقوله يلحق أبوه بسرعة. بيجري الجن بسرعة على والده، واللي بيكون واقع على الأرض وعلى وشه ابتسامة الشهادة. بينهار كيرة وهو بيسأل عن اللي قتل أبوه، وبيعرف إنه العقيد الدوجلاس.
في الوقت ده بيروح كيرا شغله في المستشفى عشان يشارك في علاج المصابين، وهناك بتيجي سيدة إنجليزية ومعاها طفل صغير مصاب، وبتسأل لو في حد بيعرف يتكلم إنجليزي. بيجري عليها كيرا ياخد منها الطفل عشان يكشف عليه وبيطمنها انه مجرد جرح سطحي. بعد كده بنشوف أعضاء المقاومة وهما بيرسموا خطة لقتل دوجلاس. بيخرج الجن في نفس الوقت اللي بيخرج فيه كيرا وباقي أعضاء المقاومة عشان يقتلوا الدوجلاس. أثناء خروجه من بيته بيتنكر كيرا في زي عسكري مصري، أما باقي المجموعة فبيتنكروا في صورة عمال وبيخبوا الأسلحة بتاعتهم في عربية نقل اللبن. وفي الوقت اللي بيخرج فيه دوجلاس من البيت بيهجم عليه الجن بسيف والده، فبيتقبض عليه هو وكيرا. بيخرج باقي أعضاء المجموعة من أماكنهم وبيضربوا النار، وبيبدأ كيرا والجن في الهجوم على دوجلاس ورجالته وبيقدروا يقتلوه. وفي الناحية التانية بتكون دولة وباقي المجموعة مستنينهم في مركب في النيل. بنشوف كيرا وهو بيتعصب على الجن وبيسأله هو مين، وده لأنه السبب في وفاة صديقهم بسبب تدخله في المهمة، لكن الجن بيرفض يتكلم. في مكان تاني وتحديدا في الكامب الإنجليزي بيظهر المحقق هارفي، واللي بيجيله استدعاء عند القيادات العليا واللي بتبلغه بمقتل العقيد دوجلاس، وبيطلبوا منه يحقق في موته بأمر من ملك إنجلترا نفسه. بيروح هارفي مسرح الجريمة، وهناك بيقدر ياخد أثر واحد من الأحذية واللي بيكون شبيه بأحذية الجيش المصري واللي كان كيرا لابسه، وكمان بيلاقي سيف الجن، فبيطلب من العساكر يدوروا على رقم السيف عشان يقدر يوصل لصاحب السيف. بنشوف كيرا وهو بيتسلل لبيته عشان محدش يشوفه، وفجأة بيطلع عليه عساكر انجليز يقبضوا عليه، لكنهم في الحقيقة كيرا ومجموعته متنكرين في هيئة عساكر الانجليز علشان يختبروا ولاءه، وبيسألوه عن قتله لدوجلاس وعن المجموعة اللي كانت معاه، لكن بيفضل الجن ثابت على موقفه وبيقولوا انه ما يعرفهمش وانهم كانوا مجرد صيادين ركب معاهم المركب مش اكتر. بيطمن كيرا للجن وبيشيل الغطا من على راسه وبيطلب منه يقابله في الكازينو بتاعه لو عايز ينضم له. نرجع لهارفي واللي بيقدر يوصل لمكان الجن وبيروح للفتوة ويسأله عن صاحب السيف، فبيدله الفتوة على بيت الجن. في الوقت ده بيروح للجن نفس الطفل الصغير وبيقوله يهرب لأن الإنجليز بيدوروا عليه، فبيهرب الجن بسرعة لغرفة واحد من الجيران وبيبدل لبسه معاه عشان الكلاب ما تشموش. وبيوصل هارفي لشقة الجن وبيعرف انه هرب من شوية، فبينشر جنوده بسرعة في المكان، وبالصدفة بيعدي الجن جنب هارفي وهو لوحده، بس بيجري الجن بأقصى سرعته وبيقدر يجري من هارفي وعساكره. بيساعدوا أهل المنطقة وبيهجموا كلهم على قوات هارفي وبيوقفوهم غصب عنهم. بيروح الجن لكيرا وبيحكي له ان الانجليز بيدوروا عليه، فبياخدوا كيرا للمخبأ السري للمقاومة وبيعرفوا على باقي المجموعة، وبينبهوا كيرا لقواعد المقاومة وانه اهم حاجة انه ما يشربش خمره اثناء المهمة، وبيوريه لمبة في السقف واللي اول ما بتنور وتطفي معناها ان في خطر. وفي الحسين بيخرج المصلين بعد ما أدوا الفريضة، وفجأة بيهجم عليهم الإنجليز وبيضربوا عليهم نار وبيدخلوا بالأحصنة للجامع وبيقتلوا أي حد يقابلوه، وبيموت عشرات المصريين وبيتصاب مئات بسبب غدر الإنجليز. وبتتجمع المقاومة عشان يخططوا لقتل كيف انتقاما لإخواتهم اللي ماتوا في المسجد. وتاني يوم بيجي ميعاد العملية وبتمثل دولة وألكسندرا إنهم راهبات، وده عشان يعدوا بسهولة من قدام الأوتيل من غير ما حد يشك فيهم. وعلى الناحية التانية بيبقى الجن والهلباوي قاعدين في العربية، اما كيرا فبيكون لابس كمامة ومستني وقت خروج كيف، واول ما بيخرج بيضرب عليه النار وبتضرب دولة والكسندرا النار برضو وبيهربوا بعدها. بيرجع كيرا لبيته وهناك بيتفاجئ ان زينب مراته مريضة جدا، وبيظهر انها اتصابت بالانفلونزا الاسبانية واللي كانت منتشرة جدا وقتها. بيجيلها سخونية قوية وبتموت مراته وما بيقدرش يساعدها. بعد الجنازة بيختفي كيرا تماما وبيفضل لوحده فترة طويلة. وفي قرية ميت القرشي بالدقهلية بتهجم طيارات الإنجليز على أراضي الفلاحين وبتضرب النار بعشوائية عليهم، فبيستشهد أكتر من 100 مصري في دقيقة واحدة. أما الجن فبيقدر يوصل أخيرا لمكان كيرا وبيحكيله على حادثة ميت القرشي اللي مات فيها أكتر من 100 فلاح مصري، وبيمشي ويسيبه عشان يفكر في قراره كويس. وفي صباح عيد الفطر بيتجمع أفراد المقاومة مع بعض وبيدخل عليهم كيرا بعد غياب 6 شهور، فبترحب بيه المجموعة وبيتأكدوا إنهم هيرجعوا للمقاومة من تاني. وبيقترح الجن على كيرا انهم يفجروا معسكر الاسلحه الخاص بالانجليز، لكن الهلباوي بيعترض وبيقول لهم انها هتبقى عمليه انتحاريه، بس كيرا بيوافق وبيشوف ان دي هتبقى ضربه قويه جدا للانجليز. بيتنكر كيرا وباقي المجموعه في زي عساكر الانجليز وبيقدروا فعلا يدخلوا المعسكر، وبيبدا واحد فيهم يولع النار في الخيام، وبيدخل الجن وابراهيم يزرعوا المتفجرات في مخزن السلاح، وبيبدا العساكر الانجليز يدركوا اللي بيحصل وبيشتبكوا مع رجال المقاومه، وبيزرع إبراهيم المتفجرات وبيكون الجن بيحميه، وبيحاول باقي المقاومة انهم يحموهم لحد ما يخرجوا ويهربوا كلهم سوا. بيقدر الجن يخرج ويركب العربية ووراه إبراهيم، لكن بيتصاب برصاصة ومش بيلحق يهرب من الانفجار وبيموت، وبتنجح باقي المجموعة في الهروب من الإنجليز. بنشوف المحقق هارفي وهو بيجمع الأدلة من المخزن اللي انفجر، وبيروح تاني يوم لبيت الهلباوي وبيقبض عليه سبب انهم لقوا بصمات ايديه ورجليه في مسرح الجريمة اكتر من مرة.
اتأكد هارفي ان واحد من المقاومة بيقوله انه هيتعدم بسبب الجرائم اللي عملها، لكن قدامه حل تاني، وهو انه يسلم كل اصحابه في المقاومة، وساعتها هياخد مكافأة 10,000 جنيه وكمان مرتب شهري 30 جنيه وهيرجعه شغله في الحكومة. بيوصل هارفي لمقر المقاومة وبيعرف الجن وداود ودولة انهم اتكشفوا، وبيحاولوا يهربوا بسرعة من مخرج خلفي في المكان، لكن داود بيفضل عشان يحرق المنشورات ويهد المقر عليهم، لكن مش بيلحق وبيتصاب برصاص الانجليز وبيموت. بينجح الجن ودولة انهم يهربوا وبيقابلوا كيرا والكسندرا وبيكونوا الوحيدين اللي فضلوا من المقاومة. بيروح كيرا والجن لنرجس وبيطلبوا منهم تظبط لهم ميعاد مع هارفي عشان يقتلوه، وفعلا بتقدر نرجس تعمل سهرة لهارفي، وفي المكان بيظهر كيرا والجن وباقي المجموعة، وبينجح كيرا في انه يطعن هارفي لكنه مش بيموت. وبيروح كيرا والجن يقابلوا حسن باشا عشان يعرفوا منه مين اللي ممكن يبقى مهمتهم الجاي. بيقول لهم حسن باشا ان السير سردار بيروح كل يوم وزارة الداخلية وبيقعد لحد الساعة 8 وبعدها بيرجع بيته في الزمالك، بس كيرا بيقوله انه ما عندوش رجالة كفاية للعملية، لكن حسن باشا بيقوله انه عنده مجموعة مستعدة تنضم للمقاومة وبيديله ظرف فيه فلوس وعنوان بريد عشان يتواصلوا عليه، وبينبهه انه لازم ينفذ العملية خلال يومين. فبيوافق كيرا والجن وبيجهزوا لعملية اغتيال السير سردار، وبتبدأ المهمة وبيقدر كيرا انه يضرب النار على السردار وهو في عربيته، وبنشوف الجن وهو بيتصاب بطلقة في دراعه وبيتم القبض عليه، وبيقدر كيرا يهرب في اخر لحظة. وتاني يوم بيحقق هارفي مع الجن لكنه بينكر انه منضم للمقاومة اصلا او انه يعرف حد فيهم، وفجأة بتدخل عليهم دولة اللي بتكون لابسة لبس سيدة انجليزية وبتطلب من هارفي يسمع شهادتها، وبتعترف ان الجن عاشقها وانها تعرفه من سنتين وانه مستحيل يأذي حد، وبتقول انهم كانوا سوا يوم ضرب النار وانه اتاخد بالغلط وسط الفوضى. بيطلب منها هارفي تقف جنب الجن عشان تتصور معاه، وبتبقى عملت كده عشان تحميه، وبتنزل الصورة في كل الصحف والجرايد واهلها في الصعيد بيشوفوها، وبيجيلها تلجراف ان امها تعبانه وبتسافر البلد عشان تطمن عليها. وبنشوف كيرا بعد ما هرب على تركيا والجن وهو بيترحل للسجن وبيطلب منه الحارس انه يضربه ويهرب، وبيقوله ان كيرا بيسلم عليه، وبيهرب الجن من اسم الشرطه. في الوقت ده بتوصل دولة لبيت اهلها وبتسأل اخوها عن والدتها، وفجأة بتلاقيها واقفة قدامها كويسة، وبتعرف دولة ان الجواب كان مجرد فخ. وفي كل الجرايد بينتشر ان الجن هو اللي سلم صحابه في المقاومة، وبيتقبض على نرجس وحسن باشا وباقي اعضاء المقاومة وبيهرب الجن، والوحيد اللي بيكون مصدق براءته هو كيرا اللي فضل يتواصل معاه عن طريق البريد. وبعد سنة بيجي جواب من كيرا للجن بيقوله انه قرر يرجع مصر، لكن بعد ما يعمل عملية تجميل ويغير شكله، وبيوصيه على فهمي ابنه، وبيطلب يخلي باله منه. وبعد شهور بيخرج الهلباوي من السجن وبيروح للجن ومعاه واحد شبه كيرا بالظبط، وبيقترح على الجن انه يبعت لكيرا ويعرض عليه انه يسفر الراجل اللي معاه لبعثة لتركيا ويفضل هناك كبديل لكيرا، ويرجع كيرا مصر بس باسم تاني. فبيوافق الجن على الفكرة وبيعرضها على كيرا اللي بيوافق وبيستناهم في تركيا. بيسافر الجن والهلباوي والراجل اللي هياخد دور كيرا، وبعدها بيقعد الهلباوي مع كيرا وبيقوله انه لازم يرجع علشان ابنه وعلشان ما يفضلش عايش والانجليز لسه في الشوارع، وانه لازم يعمل العملية ويغير شكله، وتبدأ رحلتهم في المقاومة من تاني. بيتصدم كيرا والجن من اللي سمعوه، وبعدها بيقوم الهلباوي فبيسأل كيرا الجن لو هو اللي قال للهلباوي على العملية، فبيقوله انه مقالوش. وبس كده كفاية لحد هنا. لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لباقي اعضاء المقاومة والكيرا والجن وايه هي نهاية الفيلم، اتفرجوا على الفيلم واكتبولي في الكومنتس لو عجبكم.